الأكل الجاهز والمعلبات بقت جزء من حياتنا اليومية، لكن ورا الشكل الحلو والطعم الجذاب ممكن يكون فيه خطر كبير. مواد حافظة، ملونات، محليات صناعية بتدخل في تصنيع الأكل، لكنها بتكون سم بطيء بيتراكم جوه جسمك وبيزود احتمال الإصابة بالسرطان. في الفيديو ده هقولك على أخطر 5 مواد كيميائية موجودة في أكلنا، وإيه البدائل الآمنة اللي تحميك وتحافظ على صحتك. 1. نترات الصوديوم. دي موجودة في السلامي واللانشون والهوت دوج والبسطرمة، ودي طبعا هي اللي بتدي اللون الوردي الجميل اللي بنشوفه. المادة دي بتتحول جوه الجسم لمادة تانية اسمها نيتروزامين، ومادة النيتروزامين هي دي المرتبطة بسرطان القولون والمعدة، وده طبعا زي ما كل الدراسات الحديثة أثبتت ده. البديل الآمن إن أنا أختار اللحمة الفريش وأدور على منتجات مكتوب عليها خالية من النترات أو فيها نترات طبيعية زي الكرفس، وكمان أقدر أعمل اللحمة بنفسي في البيت باستخدام التوابل والخل عشان أحفظها. رقم 2. الأسبرتام. ده بديل السكر المشهور، موجود في المشروبات الغازية الدايت واللبان وبعض الحلويات. بيستخدموه طبعا عشان يقللوا السعرات الحرارية للمنتج، لكنه بيسبب خلل هرموني نظرا لأن المادة دي بتتحول جوه الجسم لمادة تانية اسمها الفينايل ألانين. مادة الفينايل ألانين دي بتزود خطر الإصابة بالسرطان مع الاستخدام الطويل. البديل إن أنا استخدم سكر ستيفيا الطبيعي أو إريثريتول أو عسل نحل نقي بكميات معتدلة. دول بيعتبروا بدائل طبيعية وآمنة، وطبعا مش بيرفعوا سكر الدم بشكل كبير. 3. لون الكراميل الصناعي. اللون البني الغامق ده موجود في الكولا والحلويات الجاهزة. بيتعمل من إيه؟ من تفاعل كيميائي ما بين الأمونيا والكبريت تحت حرارة عالية جدا. التفاعل ده بينتج عنه مادة اسمها MEI4. المادة دي مسرطنة بحسب الدراسات اللي أجرتها الوكالة الدولية لأبحاث السرطان، وبالتالي لازم أتجنب أي حاجة فيها لون كراميل صناعي. طيب إيه البديل الآمن؟ إن أنا أختار منتجات مفيهاش ألوان صناعية أو مكتوب عليها natural coloring. ولو أنت عايز تعمل مشروبات بنكهة الكولا أو القهوة، ممكن تعمل الكلام ده في البيت بالقرفة والقرنفل والفانيليا. 4. الزيوت المهدرجة. دي موجودة في الشيبسي والبسكوت والكيك والوجبات السريعة، وطبعا بيستخدموها عشان يزودوا عمر المنتج على الرف ويخلوا طعمه أحلى، لكنه في الجسم بيعمل عكس ده تماما. بيسد الشرايين ويرفع خطر الإصابة بأمراض القلب وسرطان الثدي والبروستاتا. البديل الآمن إن أنا أستخدم زيوت طبيعية زي زيت الزيتون البكر، زيت جوز الهند، أو السمن البلدي الصافي، طبعا بكميات معتدلة، وما اعتمدش على الوجبات السريعة اللي بنلاقيها في الشوارع. 5 وآخر مادة معانا هي مادة BPA، بنسميها البسفينول A، ودي مادة بتستخدم في بطانات المعلبات وأزايز المية، ودي طبعا اتكلمنا عنها في فيديو منفصل تقدر تشوفه على القناة. الخلاصة المادة دي بتعمل إيه؟ بتأثر على الهرمونات ومرتبطة بأنواع معينة من السرطانات وبتأثر على الإنجاب. البديل الآمن إن أنا أشتري عبوات بلاستيك مكتوب عليها BPA free، أو أستعمل لتسخين وحفظ الأكل أواني زجاجية مناسبة. الخلاصة، الوقاية مش محتاجة مجهود كبير، محتاجة وعي. أقرأ المكونات، أختار الطبيعي، وأقلل اعتمادي على المنتجات الجاهزة، وكل اختيار صحي أنت بتعمله هو استثمار في صحتك ومستقبلك. وخليك دايما واثق إن لقمة أمان بتحكي لك اللي محدش